سيدنا زكريا ملي كيكون الأمل أقوى من المستحيل. تخيل راسك كبرتي وشعرك شاب وعظامك عياو ومرتك حتى هي كبرات وما عمرها ولدات. واش غتقول صافي فات الفوت؟ سيدنا زكريا عليه السلام علمنا بلي كلمة المستحيل ما كيناش في القاموس ديال المؤمن. اليوم غنشوفوا قصة النبي اللي بقى كيدعي الله سبحانه وتعالى لعشرات السنين بقلب خاشع حتى جاته البشرى وهو واقف كيصلي في المحراب. قصة زكريا هي قصة اليقين اللي كيزعزع الجبال. سيدنا زكريا كان هو المسؤول على خدمة بيت المقدس، وكان هو اللي كفل السيدة مريم عليها السلام. كل مرة كان كيدخل عليها المحراب كان كيلقى عندها رزق غريب، فواكه ديال الصيف في الشتاء وفواكه ديال الشتاء في الصيف. ملي سولها أن لك هذا جاوبته بيقين هو من عند الله. هاد الجملة حركت شي حاجة لداخل ديال زكريا، وفكر باللي اللي كيرزق مريم بهاد المعجزات قادر يرزق شيخ بحالو بولد، واخا تكون الأسباب كتقول لا. هنا رفع سيدنا زكريا يديه للسما ودعا بدعاء كيبكي: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. ما طلبش الولد غير باش يفرح به، بل طلب وارث يهز مشعل الدعوة من بعده. وجا الرد الإلهي في الحين. الملائكة نادت عليه وهو كيصلي وبشرته بيحيى. زكريا من شدة الفرحة والدهشة طلب آية أو علامة، وربي قال ليه: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. بقى كيسبح ويذكر الله غير بالإشارة، وبدأت المعجزة كتحقق في دار الشيخ الكبير. سيدنا زكريا علمنا بلي الدعاء هو السلاح اللي كيكسر قيود المنطق. علمنا بلي ربي كبير بزاف على الهموم ديالنا، وباللي حسن الظن بالله هو الساروت ديال كل باب مسدود. إذا كان عندك شي حلم كيبان لك بعيد، تذكر سيدنا زكريا وتذكر بلي ربي على كل شيء قدير. زكريا عاش ومات وهو كيدعي للخير، وخلانا مدرسة في الصبر والرجاء. ما تنساوش تشتركوا في القناة باش تتابعوا معنا قصص الأنبياء طوال شهر رمضان.